اهلا بيكم في حلقه جديده من فول مارك. معايا صديقي وحبيبي اللي بحبه جدا 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 وشهادتي دايما وابدا فيه مجروحه، عمرو شريف. عامل ايه يا عمور؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. حاسك متخوف مني. متخوف طبعا. ليه يا عم متخوف ليه؟ عشان انت مش تلعب. اصل انا هي الفكره كل ما بلعب بخسر، فانا مش لاقي يعني نفسي في حته اللعب، فطالما هي ماشيه تحكيم وماشيه ناخد وندي كده فتمام. انت كده لعبت اللعبه الصح. عامل ايه في رمضان؟ اخبار الدنيا ايه؟ الحمد لله. بتستعد لرمضان ازاي اصلا كده؟ كل سنه بتدخل الدخله ازاي؟ شغل ولا كشغل وكتقاليد وككل حاجه. يعني بحاول اعمل كل رمضان كده سلسله فوت في حاليا سلسله شغاله، فدي كانت كل همي في رمضان في الفتره اللي فاتت دي في رمضان من تصوير ومونتاج. اوكي. على امل يعني ان تعجب الناس والناس تنبسط بالرد الفعل بتاعها، ونجيب ناس نخسرهم ويخسروني زي الاستاذ ده كده. الله يكرمك. جاهز؟ ان شاء الله خير. مستعد؟ على حسب اللي جوه. خلينا اشرح لك الدنيا هتمشي ازاي. احنا عندنا النهارده 15 سؤال، 5 سهلين، 5 متوسطين، و5 صعبين. في وسائل مساعده عندك، حذف اجابتين والاتصال بصديق، دول معاك في الثلاث مستويات. وعندك في المستوى المتوسط وسيله مساعده اسمها الطياره. الطياره دي لو انت تعجزت في سؤال وعايز تاخد درجته هتقول لي هستخدم وسيله مساعده الطياره، هتاخد الدرجه، بعد كده تدخل على السؤال اللي بعديه. ومع الاسئله الصعبه عندك وسيلتين تانيين هيتفتحوا لك ساعتها، وهم تغيير السؤال مره واحده بس، ومعاها استخدام البابا وهو شات جي بي تي. وما بين الاسئله المتوسطه وما بين الاسئله الصعبه في الاسئله السريعه، 10 اسئله سريعه جدا في 30 ثانيه. حلو قوي. مجموع النقط دي كلها 100 نقطه، هنشوف هتجيب كام. جاهز؟ ولو بقى جبت رقم حلو؟ لا، الرقم الحلو ده بقى هنشوف، لانه ان شاء الله على مدار ال8 حلقات زي ما انتم متابعين وشايفين هيكون معانا فايز في هذه السلسله، هو اللي هنعرف هيكسب ايه ولكن في نهايه الموسم. فخليكم متابعين ال8 حلقات مع ال8 ضيوف المختلفين. الله اعلم. والله اعلم. ممكن في الاخر اقول لك مش اي حاجه، مفيش حاجه 5 جنيه وروح. جاهز؟ يا رب. خلينا نبدا بالمستوى السهل. الأسئلة السهلة يا أستاذ عمرو. معاك مع كل سؤال 5 ثواني بس. انا بس عايز اقول بس ان انا ما كنتش بلبس البتاع ده، هو خلينا نلبسه عشان الجو اسود في اسود. عايزك تفتح الدنيا. مش عاجبني اللي جبنا بدنا قاعد فيها دي. لا ما تقلقش. يلا. جاهز؟ أول سؤال، ما هو عكس كلمة ليل؟ نهار. ماشي. أي من هذه الحيوانات يمكنه الطيران؟ هديك 4 اختيارات. تمام؟ النسر، الحوت، النمر، السلحفاة. نسر. ماشي. طب ما انت حلو. هم اللي مقلقني ليه معاك؟ مش عارف. ما مقلقني ليه؟ شفت الدنيا حلوه ازاي؟ اهدى بس، اهدى بس عشان السواد جاي قدام. كام عدد الحروف في كلمه يوتيوب؟ 3 4 5 6. 5. ماشي. غلط. غلط. ما هو لون الموز عندما يكون ناضجا؟ احمر، اخضر، اصفر، ازرق. اصفر. ماشي. ما هو اسم الطائر الذي لا يستطيع الطيران في الاختيارات اللي جايه؟ العصفور، البطريق، الصقر، الحمامه. بطريق. ماشي. كده خلصت الاسئله السهله وغلطت في واحد بس. الحمد لله. في واحد بس انت برضو يعني قول يعني 1 2 5 10 فاجيب فاهم. 6 10 كده انت جايب 5 6 لو مش قصتي. ماشي. حد يقع في كلمات؟ شفت حضرتك تحت ضغط ازاي في ال5 ثواني؟ يعني الحوار الكلمات ده انت يا أنا يعني كلمات انا اي كلمات معكوسه. عشقها. كلمات معكوسه. تعد كلمات على اي كلمات. اتقل بس انت بس هتاخد حاجه نظيفه. طيب كده عمرو نجح في الاختبار الاول في الاسئله السهله، غلط في واحده بس، ودي اول مره. ما اعرفش يعني بقيه الضيوف هيعملوا ايه في الموضوع ده، فربنا يسترها. ولكن خلينا نروح دلوقتي للاسئله المتوسطه ونشوف هيعمل فيها ايه. ندخل يا باشا على الأسئلة المتوسطة، الليفل الحلو منه الجميل. ومعاك في كل سؤال من دول 30 ثانية. 30 ثانية. 30 ثانية عايز تفكر، عايز تعمل، ولسه معاك وسائل المساعدة. وهنا اتفتحت لك وسيلة المساعدة بتاعة الطيارة، وهي 5 أسئلة وهم 5 أسئلة. حلو قوي. جاهز؟ طيب السؤال الأول بيقول: في أي دولة عربية أو أي دولة عربية يمر بها خط الاستواء؟ السودان، السعودية، الصومال، مصر. خد وقتك، فكر. قول تاني كده. السودان، السعودية، الصومال، ومصر. السعودية. ده جوابك النهائي الأخير ولا عايز تغير؟ معاك لحد ما اعتمد فكرة إن ده جوابك النهائي. هو أنا محتار بين السعودية والسودان الصراحة. فاضلك 10 ثواني. أيوه السودان. جواب نهائي؟ وللأسف
للاسف صح صحيح 100% اجابه خاطئه لانها دوله الصومال. ايه بس انا بقول لك يعني عشان تبقى مش عارف. السودان؟ انا بقول لك بس عشان تبقى عارف. هي خط الاستواء بيعدي في البتاع. ما مش قصتي. طيب تعال نروح للسؤال اللي بعده. وجنة العرب السودان ملهاش علاقه، بقول لك الخط الاستواء بيعدي منين الصومال. يعني هي مش هي كانت الجنة وهي من غير الخط؟ مش قصتي. طيب تعال نروح للسؤال الثاني. ما هي اول دوله استخدمت الورق المقوى لصناعه النقود؟ الهند، الصين، اليابان، بريطانيا. ما هي الدولة أول دولة استخدمت الورق المقوى لصناعة النقود؟ المقوى اللي هو الأخير الجديد. الجديد يا باشا، مش بتاع زمان. المقوى الورق القوي. هند، صين، يابان، بريطانيا. تركزش في الوقت، هي 10 ثواني. صين. جواب نهائي؟ إن شاء الله صح. قول لي عرفت ازاي؟ إجابة صحيح. قول لي عرفت ازاي؟ عشان الصين بتاع كل حاجة. الصين بتاع كله. طب ما انا كنت عطلان ليه من الاول؟ ما انت كنت عطلان فيها. كنت شاكك في مين قبل الصين بالله عليك؟ لا مش اليابان ومش بريطانيا. انا قلت برضه هم عندهم عدد كبير فالدنيا عندهم بتبوظ بسرعه. انت كنت شاكك في الهند؟ يا هند يا صين. يعني هم عدد كبير يعني انت من سايب الناس. الدول العظمى وراح للهند. هم محتاجين الورق المقوى. الناس دي تانية دي في اللذيذ ياكلوا جبن وبتاع بياكلوا شطه. طيب تعال نروح للسؤال الثالث. ما هو البحر الذي يطلق عليه بحر الروم قديما؟ البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط، بحر العرب، البحر الأسود. ايه بحر العرب ده؟ يعني هو فين؟ باشا العبها سيف. بحر الأحمر لا. الأبيض 10 ثواني. ممكن بحر العرب. لا مش عارف مكانه فين. متأكد؟ لا ها. هو بحر العرب. آخر ثانيتين إن شاء الله. إجابة خاطئة لأنه البحر الأبيض المتوسط. طب ثانية فين بقى بحر العرب ده؟ أنا لو أعرف أقول. يا عم أنا لو أعرف أقول لك. بحر العرب في حاجة اسمها ما اعرفش يا استاذ. مفيش حاجة في اسمها كده. اختيارات. ما فيش. انت اخترت بقى اللي مش موجود في الكوكب. انت بقى مش تروح مثلا البحر الاحمر فيبقى تلعثمت وهي كان البحر المتوسط. لا انت رحت البحر العربي. السؤال الرابع. كده 2 راحوا. كده 2 راحوا يا باشا. ما هو العنصر الغذائي الذي يساعد على تقوية العظام؟ الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور. تقوية العظام. صحيح. حديد، كالسيوم، مغنيسيوم، فوسفور. ماشي انا هلعب سيف الصراحة. ها. كالسيوم. متأكد؟ يعني مفيش غيره. اكيد. انا عارف الكالسيوم. تمام يعني. أيوه. اعتمد هذه الإجابة. يعني انا لو هي كده هو الكالسيوم ليه علاقه يعني مباشره مع العظام. مع العظام. ايوه يعني اعتمد ان الكالسيوم. شاء الله. طيب اجابه صحيحه وهو بالفعل الكالسيوم. انت بتوتر. اصل انا يعني مش علاقه بالعظام، ليه بتقويه العظام. يعني ممكن ما هو التقويه بقى ليها علاقه بالفوسفور. ممكن بقى نلعب بالالفاظ بقى. فاهم؟ انت فاهم. انا خفت يعمل معايا كده. طيب السؤال الاخير. السؤال الاخير في أيوه. الليفل المتوسط وانت لحد دلوقتي ما استخدمتش ولا وسيله مساعده. ايوه هو عندي بس اللي هو على الطياره بس. ما انت كان عندك حذف الاجابات والاتصال بصديق لكن انت ما استخدمتهمش. مش قصتي. ما قلتليش ليه؟ مش قصتي يا استاذ. السؤال ممكن الاخير. نسميهم في الصعب. طب بس الطياره راحت عليك. لا بس لسه معايا طياره دلوقتي. لسه معاك الطياره دلوقتي. هتصيع انت تستخدمها في الاخيره. ماشي. من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ جراهام بيل، توماس اديسون، اسحاق نيوتن، نيكولا تسلا. هو اديسون. جواب نهائي ولا تستخدم الطياره؟ لا طيار. طياره. هو خليها طياره بس هو اديسون. هتستخدم وسيله الطياره. الطياره هتديك الاجابه وهتاخد النقطه. ايوه وهو بالفعل كان اديسون. الحمد لله. طيب خلينا كده نراجع. انت كده جبت 2 غلط 3 صح. فكده معاك 15 نقطة في الفقرة دي. و12 قبل كده. و12 قبل كده. ما تعدش ما تحسبش. ما انا مش هحمرق عليك في العدد. ماشي. اصبر يا استاذ لما نخلص وبعد كده نعرف عدد النقط في الاخر هجيب كام من 100. يعني كده 28. ده انت غلطان في سؤال سهل. ايه؟ عدد كلمات حروف يوتيوب. انت متخيل احنا واصلين لايه؟ ما تقوليش برضو 5 في 15 فاقول لك 5. ده لسه ده جدول الضرب جاي. اصبر. خلينا دلوقتي نروح للفاصل اللي في النص وهي فقرة 10 في 30 ثانية. دلوقتي جينا ل10 أسئلة في 30 ثانية. وهنا عندك تحدي ان انا هسرع رتمي في الأسئلة. فانت لازم تسرع رتمك في الإجابات. دي ما فيهاش وسائل مساعدة وما فيهاش اختيارات. ايوه. وممكن ما الحقش اخلص الأسئلة في 30 ثانية. يعني هم قد كام سؤال؟ هم 10. ممكن اجي اعطل عند السؤال الثامن يبقوا 30 ثانيه خلصوا. هنعمل ايه بقى؟ الدنيا. فانا هرزع. فانت حاول بقى ايه؟ ارزع.
تديها. 3 2 1 وبدأنا. كم عدد أيام الأسبوع؟ 7. ما هو الشيء الذي يخرج منه الضوء في الليل؟ نور. ماشي. ما هو حاصل بحر. ضرب 5 في 2؟ 10. ماشي. ما هو اسم الكوكب الأحمر؟ مريخ. غلط. ما لون زمردة. ما لون أوراق الشجر في فصل الربيع؟ اخضر. ماشي. ما اسم صغير الكلب؟ جرو. ماشي. عنصر الأساسي لتكوين المية؟ H2O. ماشي. عاصمة فرنسا؟ باريس. خلص الوقت وكان عندك سؤالين تانيين ايه ما لحقتش تجاوبهم. What ولكن 2 3 4 5 6 وبتاعت فرنسا برضو كان الوقت خلص ومعاك 6 نقط من أصل 10. لا يا عم انا قلت والله قلت. بقول لك يا أستاذ، أنا بقول لك على اللي فيها وأنا فكهاني فيها يا أستاذ. يا عم الحاج قلت يا أستاذ فرنسا. الوقت كان خلص، كانت الدقيقة ثانية 31. ما انت سألت متأخر. أنا اللي سألت متأخر، أنت جاوبت متأخر. أعمل لك إيه؟ عطلت. أنا قلت لك عاصمة فرنسا عطلت. ما عطلتش. عطلت في جزء من الثانية. انا بفكر ممكن تبقى حاجة تانية. 6 من 10 في العشرة في ده 30 ثانية. ده ظلم ده. الظلم جاي في الأسئلة الصعبة. انا المفروض اخد باريس. عايز تاخد باريس؟ عايز اخد باريس. هنرجع للفار في الآخر نشوف يا عم عايز اخد تستحقها باريس ولا. يا عم. خلينا نروح للمستوى الأخير والليفل الأصعب، وهي الأسئلة الصعبة، ونشوف عمرو هيجيب كم من الخمسة. 5 من 5. دخلنا على الليفل الأخير يا مستر عمرو، امم وهو الليفل الصعب. حتى تلاقيه واخد بالك من الإضاءة إن هي احمرت كده احنا دخلنا هوت وانز كده خلاص. وبفكرك بالأربع وسائل المساعدة اللي عندك. 4. لسه عندك الأربعة: حذف إجابتين، الاتصال بصديق، وتغيير السؤال، واستخدام البابا وهو الشات GPT. كل سؤال بفكر بحاجة. حلو قوي. عايزك بقى تعتمد على نفسك، ما تعتمدش على وسائل المساعدة. ما اعتمدت على نفسي مش معنى ان وما انا جاوبتش. اديتك وسائل مساعدة انك تعتمد عليها. ايه ابذل مجهود. عايز لا انا عايزك مش احنا في البرنامج ده فيه سكور يعني يا في باشا. ترتيب. ايوه في من ترتيب. الناس اللي جايه. شوف انت عايز تدخل رانك كام. عندك أنا 8. عايز 1. انت انت غلطت يلا ما علينا. بقول لك ايه، افتكروا الناس هتغلط اوحش من كده. بقول لكم اهو. السؤال الاول بيقول: في المستوى الصعب، ما هو العضو الوحيد في جسم الانسان الذي يمكنه تجديد خلاياه بالكامل؟ القلب، الكبد، الرئتان، الدماغ. حذف اجابتين. هتحذف إجابتين. كده عندنا احذف لك الدماغ واحذف لك القلب، فكده أصبح عندك الكبد والرئتين. كم يقول لي ايه قد ايه وقت؟ قدامك 15 ثانية. ماشي. بص هو علميا ما ينفعش الرئتين، يبقى الكبد. جواب أخير. ليه بقى؟ ليه؟ 3 ثواني. خلاص انا قلت الكبد. هو الكبد. طيب فسر لي. ليه؟ لان انت لو هو كان بيتجدد، الرئه بتتجدد، كانت الناس اللي بتشرب السجاير لسه عايشين كلهم لحد دلوقتي. الناس بتموت بسبب السجاير. والله ميك سنس. دلوقتي مش بيتجدد، بيسود. الله اكبر عليك. تمام. لكن بقى احنا عاملين ناخد بقى في كوليسترول بقى وزيوت، والكبد لسه شغال معانا، فبيصفي. يبقى بيصفي وبيجدد. فبيحصل ممكن حد يقص كبد حد بيطلع منه حاجه ما اعرفش. والله العظيم هو تحليل يعني. قول لي بقى غلط. تمام. ماشي بس يا جماعه صح. بس هو الكبد فعلا. حلو يعني انت ايه حاولت تليسها زي ما بيقولوا، بس ايه مشيت صح. تخيل قعدت قلت التفسير ده كله كان غلط الرئه. حلو خلينا ندخل في السؤال الثاني. في اي عام سقط جدار برلين إيذانا بانتهاء الحرب الباردة؟ تمام. الباردة 1985 1989 1991 1995. تاني إجابات. 85 89 91 95. أنا عندي اتصال بصديق. عندك الاتصال بصديق وناقص لك 8 ثواني. قرر هتعمل ايه؟ غير السؤال. تمام. ليه بقى؟ عشان أنا ما نعرفش حد من صحابي فاهم في التواريخ. ما كان ممكن تستخدم الشات GPT؟ أكيد في سؤال أرخم من ده. أكيد يعني مش رايحة في سؤال التواريخ فاهم. هغير لك السؤال. من هو أول شخص وصل القطب الجنوبي؟ كنت هكلم مين دلوقتي؟ فالكون سكوت، إرنست شاكلتون، روال أمندسون، فرناند ماجلان. أنا هكلم البابا. شات GPT؟ ماشي. هتحرف في السؤال. أيوه. وهتشوف الدنيا تروح لفين إن شاء الله. أنت من عندك. خد يا باشا. ماشي. ازيك يا شات عامل إيه؟ أهلا، كيف أقدر أساعدك اليوم؟ بص أقول له إزاي دي. مين هو أول بني آدم حط رجله في القطب الجنوبي؟
أول شخص وصل إلى القطب الجنوبي كان المستكشف النرويجي رول أموندسن في عام 1911. هو رول ده. بالظبط. تسلم يا رول حبيبي. أموندسن. ايوه خلاص، شكرا. ريح انت بتكل انت على الله دلوقتي. مع السلامه. اجابه صحيحه. الحمد لله الحمد لله. اجابه صحيحه. انا عايز اعرف مين هيجاوب غلط شات جي بي تي ده. السؤال الثالث. انا كده خلصت كام سؤال؟ خلصت 2 ناقص لك خلاص 3. 2 وباقي لي 3 وباقي لك الاتصال بصديق. من هو العالم الذي وضع قوانين الحركة الثلاثة؟ نيوتن، أينشتاين، جاليليو، كيبلر. بالله عليك تعرف ايه الحركه الثلاثه؟ أنا لو أعرف أقول. عشان اعرفهم. مش قول بقى مين تاني. نيوتن، لا. أينشتاين، لا. جاليليو، كيبلر. هو يا كيبلر يا براحتك. انت معاك اسمه ايه اللي قبله مين؟ جاليليو. جاليليو. يا جاليليو يا كيبلر. طيب معاك 10 ثواني، معاك 7 ثواني. جاليليو. جواب نهائي؟ ربنا يستر ان شاء الله. انت عارفهم ايه هو؟ انا هو جاليليو ان شاء الله باذن الله يعني. للأسف إجابتك غلط لأنه نيوتن. جابها ازاي دي؟ ده قديم قوي. انت مشكلتك الحركة الثلاثة دي جديدة يعني. انت طيب. عارفهم ايه هم اصلا؟ ايه هم والله؟ هو الزد والواي والاكس. طب يبقى نيوتن. ايه بقى؟ ايه الحاجات جت دي فين هتبقى نيوتن دي؟ هتبقى حاجات دي نيوتن، دي لا حاجات طبعاً، نيوتن لا. مش جاليليو. لا 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 لا. انا اللي غلطان. طيب السؤال اسال كده شات جي بي تي. السؤال قبل الاخير. اي من هذه الكواكب يمتلك اكبر عدد من الاقمار؟ انا عايز يا عم اكل يا عم. زحل، المشتري، اورانوس، نبتون. لا مش ليبتون، لا. هو يا زحل يا ايه؟ المشتري. مشتري زحل. جواب نهائي؟ ان شاء الله زحل. اكيد. تقريبا 11 قمر. اجابه صحيحه. 11 قمر صح ولا الاجابه صحيحه صح؟ لا اجابه صحيحه. السؤال الاخير. لازم التفاصيل دي تتحط عشان برضه يبقى في بونصات كده صغيره كده في مفيش بونص يا باشا. يا البونص عم دي نص برامج درجة تانية. يا عم. برامج تانية هتدي البونص، ما بديش بونصات خالص. اي دولة كانت تعرف سابقا باسم سيام؟ ماليزيا، فيتنام، تايلاند، كمبوديا. ما هي الدولة التي كانت تعرف سابقا باسم سيام؟ تايلاند، ماليزيا، فيتنام، كمبوديا. لا انا هتصل بصديق. هتتصل بصديق. اتصل بشوف عايز تتصل بمين بقى. ما اعرفش حد مثقف في الدرجات دي. بص هو وش مش كام حد من صحابي. على الابيض. يعني كلهم كده. سيام ايه اللي هتقول له؟ حافظين اسمهم بالعافيه. انا هكلم حد ممكن من العيله بقى، يعني اشوف حد فعلا مثقف اكلمه. هكلم ابويا ثانيه ولا اظبط معاه. ماشي. ايه في محاضره؟ حبيبي ايه الاخبار؟ بص انا في برنامج وعايزك هفتح السبيكر هسألك سؤال وعايز اسمع اجابتك. قدامك 30 ماشي، قدامك 30 ثانيه من بعد ما اقول لك السؤال. سؤال لذيذ كده خفيف. ايه هي الدولة التي كانت تعرف سابقا باسم سيام؟ تايلاند، ماليزيا، فيتنام، كمبوديا. تايلاند. الحاج بيقول تايلاند. متأكد يا بابا؟ ايوه. طب ماشي. ليه يا بابا سيام طلعت تايلاند؟ اسمه قديم. اسم قديم في تايلاند. طب خلينا نعرف الإجابة بقى. هل الإجابة صحيحة؟ الإجابة صح. الإجابة صحيحة. الله أكبر. شكرا يا حاج، ألف شكر. هخلص وأكلمك. تسلم. ده اسرع من شات جي بي تي. فده شات جي بي تي احنا خدنا وقت وردينا ورد علينا. لا ما شاء الله. هو الإنسان الوحيد انت طبعا لو قعدت هنا لبكره ولا هتجيبها. يا عم سيام مين؟ لا حلو والله. لا اجابه صح وما شاء الله اسرع فعلا من شات جي بي تي. طيب كده انت جبت في التاريخ والتاريخ والمخطوطات ما كنتش عارف ليه ما كنت تجاوب انت. ابويا ابويا مش انا. كنت تجاوب انت. ما ورثتش ليه؟ جاوب. كده خلصنا اخر حاجه وهنعرف السكور النهائي دلوقتي. عمرو جاب كام من 100 نقطه؟ كده خلصنا الحمد لله. تتوقع هتجيب كام؟ والله يعني 90 ان شاء الله. 90. طيب السكور النهائي يا استاذ عمرو، حضرتك جبت كام من 100؟ وجبت 73 من 100. يا نهار ابيض. غلطت في سؤال من الاسئله الصعبه، غلطت في سؤالين من الاسئله المتوسطه، وغلطت في سؤال سهل لما قلت لك عدد احرف كلمه يوتيوب كام. يعني انا كده جيد. يعني كده جيد. كده من غير المرتبه. جيد من غير المرتبه. اسف ابويا والله كان نفسي 99 ونص بس ما فيش. اتبسطت عمور بيك جدا والله. الله يكرمك. يعني ومبسوط انك نورتني. انت اتبسطت اهم حاجه. انبسطت طبعا. كان نفسي اجيب رقم اعلى واخد جايزه اكبر من كده
مفيش جايزه طب دلوقتي ولا حاجه، بس يعني نشوف. مش عارفين لسه الباقي هيحصل ايه، محدش عارف. انا اعتقد الناس اللي جايه، بص هو حسب الناس اللي جايه، بس انا عارفه اكيد في حد يعدي الرقم ده. في ناس اكيد كده مش تعدي، لو جابت 50 انا عارفهم. لو جاب 50 ده يبقى كتر بركه خير الدنيا. يعني كده بركه قوي قوي يعني. لو جاب 50 اصلا يبقى كده كتر خير الدنيا. حبش والله الحاج طبعا على مساعدته لينا يعني. يا حاج والله خيرك مغرقنا يعني. السؤال ده كنت خسرته، كنت جبت 63. كنت جبت 63% فعلا، دي حقيقه. لولا السؤال ده فاهم كان هيطلع عيني ما كانش في الحلقه. نورتنا يا عمور، اتبسطت بوجودك، وكل سنه وانت كل سنه وانتم طيب. طيبين يا جدعان، ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. ودايما باذن الله كده تكسر الدنيا. الله يكرمك. عمرو شريف كان ضيف حلقاتنا من فول مارك في السيزون الاول ليه في موسم رمضان. خليكم دايما متابعينا علشان تشوفوا كل الضيوف وتشوفوا مين اللي هيقدر يقفل في الاخر الفول مارك. سلام عليكم.